متابعي قناة ماذا يحدث، السلام عليكم. أظهر مقطع فيديو وثقته الكاميرات لحظة انفعال رئيس نادي الهلال الأمير محمد بن فيصل وقيامه بحركة غير أخلاقية بعد خسارة فريقه لقب البطولة. وأبان مقطع الفيديو رئيس الهلال وهو يقف أمام الجماهير ويقوم بإشارات بيده، ومن ثم أشار بيده على حذائه في تصرف أثار انتقادات واسعة. وضج موقع تويتر بمئات التعليقات الرافضة للحركة التي قام بها رئيس الهلال، بمن فيهم جمهور النادي معتبرين أنه غير أخلاقي وغير حضاري. يشار إلى أن الهلال خسر البطولة العربية بعد خسارته في المباراة النهائية أمام النجم الساحلي بهدفين مقابل هدف واحد على أستاذها الزاعي بن زايد في أبو ظبي.